يا مساء الفل. تخيل معايا كده ان انت قاعد على الموبايل او الكمبيوتر بتاعك ومفيش حاجة تعملها، فانت يعني حاسس بشوية ملل كده او توتر. فجأة كليك كليك واحدة بس، وبعدين كليك تانية وتالتة ورابعة، وبعد ساعة او ساعتين تلاقي نفسك خلاص في دوامة مش عارف تخرج منها. وبعدين تبدأ تحس بالندم وتقول لنفسك كانت آخر مرة، بس بعد يومين أو ثلاثة نفس السيناريو بيتكرر تاني. طيب السؤال المهم، اللي بيحصل جوه دماغك بالظبط؟ وليه حاسس ان انت مش قادر تسيطر على نفسك رغم انك عارف ان ده غلط؟ وليه كل مرة بتحتاج حاجة اقوى علشان توصل لنفس الاحساس؟ النهاردة مش هنتكلم بمنطق بقى الوعظ او الكلام التقليدي ده اللي احنا سمعناه الف مرة، لكن هنتكلم بلغة العلم. هنفهم ازاي المخ بتاعك اللي هو اعتقد اعقد كمبيوتر في الكون بيقع في فخ الاباحية، وازاي الإباحية مش مجرد عادة سيئة ولكن هي نظام إدمان متكامل بيشتغل على كيمياء دماغك بطريقة خطيرة ومحسوبة. استعد معايا على إننا هنخوض جوه دماغ عقلك، جوه عقلك يعني، ونفهم الحقيقة العلمية وراء واحد من أخطر الإدمانات في عصرنا الحديث. عارف نظام المكافآت في المخ؟ المحرك الخفي ورا كل حاجة أنت بتعملها. هو ده. ليه إحنا أصلا بنعمل أي حاجة؟ ليه بناكل؟ ليه بنشرب؟ ليه بندور على الراحة أو المتعة؟ الإجابة ببساطة علشان المخ متبرمج على كده. جوه دماغك في منطقة اسمها نظام المكافأة. آه النظام ده مسؤول عن إن هو يحفزك تعمل الحاجات اللي بتفيد بقائك على قيد الحياة. يعني مثلا لما تاكل أكلة لذيذة المخ بيفرز الدوبامين. لما بتشرب مية وانت عطشان، دوبامين. لما تنجز حاجة كل الناس قالت لك إن هي صعبة، أو تنجز حاجة في الشغل، فده دوبامين. لما تلعب رياضة فده دوبامين. الدوبامين ده مش مجرد هرمون السعادة زي ما الناس بتفتكر، ده نظام الحافز والتحفيز اللي هو بيقول لمخك الحاجة اللي انت عملتها دي حلوة، كررها تاني. هو اللي بيخليك تعيد السلوكيات اللي جابت لك متعة أو راحة. المشكلة الكبيرة إن المخ مش بيفرق بين المكافأة الطبيعية والصناعية. النظام ده اتطور على مدى سنين في بيئة اللي هي الطبيعة يعني. كان المفروض يشتغل مع الحاجات الطبيعية زي الشرب، الأكل، العلاقات الاجتماعية، التكاثر. لكن المشكلة إن المخ مش مصمم إن هو يتعامل مع المحفزات الصناعية القوية اللي هي موجودة دلوقتي. تخيل معايا كده، زمان كان الإنسان بيقعد يدور على الأكل طول اليوم حرفيا، ولما يلاقي فاكهة أو لحمة يفرح والدوبامين بتاعه يبقى في أعلى مستوى دي. دلوقتي أنت تقدر بضغط الزرار أو بمكالمة تليفون تطلب بيتزا وتوصل لك في نص ساعة. المخ مش قادر يستوعب الوفرة دي. نفس الحكاية مع الإباحية. زمان كانوا بيقعدوا يكتبوا جوابات ولقاءات كانت حميمية جدا وكانت حاجة نادرة، وكانت محتاجة مجهود اجتماعي وعاطفي كبير. دلوقتي انت بدوسة واحدة عندك وصول لا محدود لآلاف الصور والفيديوهات في أي وقت، ويعني من غير أي مجهود. والنتيجة المخ بيتلخبط تماما. النظام اللي كان مصمم ان هو يكافئك على مجهود والإنجاز بقى بيكافئك على كليكة واحدة، وده بداية الفخ. طيب ليه البداية دايما بتكون بسيطة؟ الخطوة الأولى لأي مشكلة، لو رجعت بذاكرتك لأول مرة شفت فيها محتوى إباحي غالبا مش هتلاقيها كانت حاجة متطرفة أو صادمة. أغلب الناس بتبدأ حاجة بسيطة، يعني صورة عادية، مثلا مشهد خفيف من فيلم ما، إعلان على الإنترنت، فيديو مش قوي. وده مش صدفة، ده جزء أساسي من آلية الإدمان. خلينا نفهم ليه. أول حاجة مبدأ العتبة المنخفضة. المخ بتاعك مش بيقبل حاجة صادمة أو قوية من أول مرة. عارف لو حد عرض عليك مخدرات قوية في أول مرة أو أول يوم، في أول يوم غالبا أنت هترفض. لكن لو عرض عليك سيجارة واحدة مثلا، تجربة بسيطة، ممكن توافق. نفس الفكرة، البداية البسيطة بتخلي المخ دايما يقول ماشي، دي مش حاجة خطر، ده حاجة عادية كده، ما احنا ممكن نجرب. ومن هنا بتبدأ الدايرة. الدوبامين بيتحفز حتى لو كان المحتوى بسيط. لازم تفهم حاجة، المخ مش محتاج محتوى قوي علشان يفرز الدوبامين. يعني حتى مجرد صورة بسيطة جدا أو مشهد خفيف بيفرز الدوبامين، وده بيخلق ارتباط عصبي في دماغك. لما تشوف حاجة دي فانت غالبا هتحس بمتعة. لما احس بملل ممكن اتفرج على الحاجة دي عشان كده.
وبعد ما الارتباط ده بيتكون، المخ بيبدأ يدور على المحفز ده تلقائيا من غير ما انت تاخد اي قرار واعي. تالت حاجة الانكار، تقول انا مش مدمن، انا بس بتفرج بس. من اخطر الحاجات اللي هي في البداية البسيطة ان هي بتخليك تستخف بالموضوع، بتقول لنفسك يا عم انا مش مدمن، يا عم انا في ثانية كده اقدر ابطل في اي وقت. على فكرة يعني دي مجرد مشاهدة، يعني أنا بتفرج حاجة على حاجة عادية. على فكرة أنا مش زي الناس التانية دي، أنا بعمل كده خلاص. والحقيقة إن الإدمان بيبدأ من اللحظة دي بالظبط، لما تبدأ تستخف بالموضوع وتفتح باب للمخ إن هو يكمل في الطريق ده من غير أي رقابة. كمان التدرج في المحتوى، إحنا ليه مش بنقدر نقف عند نفس المستوى؟ دلوقتي خلينا نتكلم عن الظاهرة الأخطر في الإدمان اللي هو التحمل. ايه هو التحمل ده؟ التحمل مصطلح علمي معروف في كل انواع الادمان. ببساطة المخ بيبدأ ان هو يتعود على المحفز، فبيحتاج جرعة اعلى علشان يحس بنفس التأثير. تخيل كده معايا، كلنا مرينا بالحكاية دي. انت بدأت تشرب قهوة، في الاول كانت كوباية واحدة بتصحيك وتنشطك وتخليك سوبر هيرو. بعد شهر نفس الكوباية بقت كوباية عادية، انت بقيت بتحتاج تشرب اتنين. بعد 6 شهور بقيت محتاج تشرب 3 أو 4 كوبايات علشان بس تحس بنفس التأثير. نفس الحكاية بالظبط مع الإباحة، لكن بشكل أخطر. ليه؟ ازاي يعني؟ طيب ازاي التدرج ده بيحصل؟ عشان انا برضو الكلام مش مترتب معايا شوية. في البداية المحتوى بيبقى، يعني انت في البداية انت بتبقى محتاج محتوى بسيط ده بيفرز كمية من الدوبامين كويسة. لكن مع الوقت والتكرار المخ بيبدأ يقلل من حساسية المستقبلات دي. الدوبامين بتاعت الدوبامين، يعني ايه الكلام ده؟ يعني نفس المحتوى اللي انت بتتفرج عليه قبل كده مش بيدي نفس التأثير، وهنا المخ بيبدأ يدور على محفزات أقوى، من صور بقى لفيديوهات، أو من محتوى عالي لمحتوى أكثر إثارة. محتوى يعني كان واحد بيتفرج على فيلم ما فيبدأ يخش في القصة، وبقت القصة هي اللي بتجذبه مش المحتوى، ودي حاجة مش صح. آه بيتفرج من محتوى عادي لمحتوى صادم أو متطرف. المشكلة الكبيرة إن أنت مش بتاخد القرار ده بوعي، المخ هو اللي بيدفعك تلقائيا علشان يحاول يسترجع نفس الإحساس اللي حسيت بيه أول مرة. طيب في دليل علمي أو في دليل علمي، دراسات اتعملت على التصوير بالرنين المغناطيسي. علماء الأعصاب عملوا دراسات على دماغ الناس اللي بيشوفوا محتوى إباحي بشكل متكرر، ولقوا حاجة مرعبة جدا. أول حاجة انخفاض في حجم المادة الرمادية، المنطقة دي مسؤولة عن التحكم في القرارات. تاني حاجة ضعف في الاتصالات العصبية بين مناطق المكافأة ومناطق المسؤولة عن ضبط النفس. آه زيادة في النشاط في المنطقة المسؤولة عن السلوكيات بتاعة الإدمان. يعني باختصار كل مرة أنت بتشوف فيها محتوى إباحي أنت بتغير من تركيبة دماغك. ده مش مجرد عادة سيئة، ده زي ما تقول كده إعادة برمجة للمخ. طيب في ربط بين الملل والإباحية، وإزاي إحنا بنحول الموضوع ده لعادة أوتوماتيكية. واحدة من أخطر مراحل الإدمان هي لما المحفز يرتبط بمشاعر معينة، زي مثلا الملل، التوتر، الوحدة، الحزن، أو حتى الفضيان. إزاي الربط ده بيحصل؟ المخ بيشتغل بنظام اسمه الارتباط الشرطي. ببساطة لو انت كل مرة بتحس فيها بملل ترد عليه بان انت تتفرج على محتوى اباحي، المخ هنا بيبدأ يربط بين الاتنين. ملل بيساوي محتوى اباحي، توتر بيساوي محتوى اباحي، الوحدة بيساوي محتوى اباحي. ومع الوقت للأسف المخ بيتحول للوضع الأوتوماتيكي. بمجرد ما انت تبدأ تحس بالملل، المخ تلقائيا بيوجهك للسلوك ده من غير ما تفكر أو تاخد أي قرار واعي. طيب ليه الملل بالتحديد؟ الملل هو عدو المخ الأول. المخ مبرمج على إن هو يبقى نشيط ومحفز طول الوقت. لما أنت تحس بملل المخ بيدور على أسهل وأسرع وسيلة يحصل بيها على نتوفة كبيرة من الدوبامين. والإباحية للأسف أسهل مصدر للدوبامين في العالم. مش محتاج تطلع برا البيت، مش محتاج تتفاعل مع حد، مش محتاج مجهود ذهني أو بدني، ومتاح 24 ساعة في ال7 أيام. بكليك واحدة بس. وعلشان كده الملل بيتحول لأقوى مثير للسلوك الإدمان.
فانت بتخش في دايرة مفرغة، ملل، مشاهدة، ندم، ملل بعد المشاهدة غالبا. هتحس برضو بذنب وندم، انخفاض في الطاقة، فراغ عاطفي. والمشكلة إن المشاعر دي بتخليك بتحس بملل أو اكتئاب أكتر، فتبدأ تدور على حل سريع، بتلاقي نفسك رجعت تاني لنفس السلوك، الدائرة المفرغة. صعب جدا إن أنت تكسرها على فكرة، يعني الموضوع بيحتاج وقت طويل أوي. طيب إزاي المخ بيطلب جرعة أعلى من المتعة عن الاحتياج؟ في البداية المشاهد كانت اختيار، انت بتقرر ان انت تشوف المحتوى ده، لكن مع الوقت بيتحول من اختيار لاحتياج. الفرق بين انا عايز وانا محتاج ده كبير جدا. انا عايز ده شعور بالرغبة ان انت قادر تتحكم فيه او تأكله. انا محتاج ده شعور بالاحتياج القهري صعب جدا تقاومه، والمخ بيوصل للمرحلة دي لما نظام المكافآت يتعطل. يعني ايه؟ انخفاض المستقبلات بتاعة الدوبامين مع كثرة التعرض للمحتوى الإباحي. المخ بيبدأ يقلل من عدد المستقبلات بتاعة الدوبامين. يعني الدوبامين موجود لكن المخ مش قادر إن هو يستقبله بكفاءة، والنتيجة الأنشطة العادية بقى زي الأكل والرياضة والهوايات بتبقى للأسف مملة ومش مثيرة. المخ بيحس إن هو مش راضي إلا لما ياخد الجرعة القوية. الإحساس الدائم بالفراغ أو الاكتئاب في غياب المحفز. مرحلة الاحتياج القهري، في المرحلة دي المخ مش بيدور على المتعة، بيدور على تخفيف الألم. بيحس بألم نفسي أو توتر وبيحاول إن هو يخففه بالمحتوى الإباحي، حتى لو هو مش حاسس بأي متعة حقيقية. وده بيفسر ليه ناس كتير بتقولك أنا مش بستمتع بالموضوع، بس أنا مش قادر أبطل. لأن المخ بقى محتاج المحفز ده علشان يحس بالطبيعي، مش علشان يحس بالسعادة. طيب التأثيرات بقى الطويلة، بتاعت طويلة المدى، ايه اللي بيحصل لو انت استمرت؟ للأسف لو الموضوع استمر التأثيرات بتبقى مدمرة على كل المستويات. على المستوى النفسي هتلاقي عندك قلق واكتئاب بسبب انخفاض الدوبامين الطبيعي. العزلة بتبقى انت عايز تقعد لوحدك، مش عايز تقعد مع حد. فقدان الرغبة في التواصل مع أي حد من البني آدمين. انخفاض الثقة بالنفس بسبب الشعور المستمر بالفشل والذنب. على المستوى الجسدي بيحصل ضعف جنسي، انخفاض في الرغبة الطبيعية، وصعوبة في العلاقات الحقيقية. مشاكل في النوم بسبب التحفيز الزائد للمخ. انخفاض الطاقة، الشعور الدائم بالإرهاق. كمان على المستوى الاجتماعي والمهني بيبقى عندك ضعف تركيز، صعوبة في التركيز، صعوبة في الدراسة أو في الشغل. ضعف الإنتاجية، بتلاقي ساعات كتيرة طويلة بتضيع منك من غير ما تعمل فيها حاجة. مشاكل في العلاقات، عدم القدرة على تكوين علاقات عاطفية صحية. في الآخر الأمل موجود، بس أنت لازم تفهم الحقيقة الأول. الحقيقة مهمة اللي لازم تفهمها، أنت مش ضعيف ومش فاشل، أنت بس وقعت في فخ علمي مصمم بدقة. المخ بتاعك مخدوع بمحفظات صناعية قوية، مش مصمم إن هو يقاومها. لكن الخبر الحلو إن المخ قابل دايما للإعادة بتاعت البرمجة. نفس الطريقة اللي اتبرمج بيها على الإدمان ممكن يتبرمج تاني على التعافي، بس ده محتاج يعني فهم علمي للمشكلة. واللي انت عملته دلوقتي، انت خدت قرار جاد بالتغيير. في استراتيجيات عملية للتعافي. انت محتاج انت تصبر وتستمر على الموضوع. المخ بتاعك اقوى مما تتخيل، بس لازم تديله الفرصة انه يرجع لطبيعته. لو عايز تعرف اكتر عن الخطوات بتاعة التعافي العملية قولي، وهعمل لك لايف جديد تتفرج عليه هتفهم كل الكلام ده. وانت مش لوحدك في المعركة دي، وانت اقوى من إدمانك. أشوفك على خير في اللايف. السلام عليكم.